النادي الاهلي نروح لاخبار نادي الزمالك. الزمالك يؤجل احتراف كهربا في اوروبا. طلب من وكيل اعماله احضار عرض اوروبي خلال فتره الانتقالات الشتويه، يعني في شهر يناير. عايز طبعا يخوض تجربه جديده، لكن صعب جدا التوقيت صعب جدا، لان اعارته ممتده حتى نهايه الموسم مع نادي اتحاد جده السعودي. وكشف وكيل اعمال كهربا انه لازم يستنى لغايه نهايه الموسم، لان عنده مشكلتين. اذا كنت انت هتروح لاي نادي اوروبي، طب مين هيتحمل القيمه اللي حصل عليها الزمالك من اتحاد جده السعودي، وهي اصلا 2 مليون و300 الف دولار، رقم كبير جدا. اوروبا بتشتري بالرقم ده مش بتعير. كمان في نقطه تانية، ان النادي السعودي مش هيوافق عن الاستغناء عن خدماته، علشان هو اصلا ما ايدش لعيبه جداد، يعني اتحاد جده ما ايدش لعيبه جداد، فبالتالي محتاج كهربا فنيا، وكهربا صعب جدا انه يمشي في ظل رقم مرتفع جدا من نادي الزمالك ما شاء الله. ما دي برضو احد ايجابيات المجلس برئاسه المستشار مرتضى منصور. بصراحه احنا الحاجات السيئه هنقولها او السلبيه، وبرضو الحاجات الايجابيه هنقولها. يعني ما شاء الله عرض قوي جدا، 2 مليون و300 الف دولار عشان اعير لعيب مهما كانت امكانياته، رقم كبير جدا يعني بيحسب لمجلس اداره نادي الزمالك. خالد قمر جاهز لقياده الزمالك امام الاسماعيلي. خالد كان جات له اصابه في الركبه، اتعرض لكدمه كده في مباراه حرس الحدود، طبعا دي اللي كان بيلعبها نادي الزمالك في دور ال16 وكسب ب3 أهداف، لكن الاشعه قالت ان هي يعني كدمه خفيفه وهيقدر يرجع يعني النهارده او بكره بالكتير، هيكون بعد كده جاهز لمواجهه الاسماعيلي. طبعا احنا عارفين ان غالبا اللي هيلعب كابونجو كاسونجو المتالق، واللي احرز هدف وماشي مع نادي الزمالك، احرز في الرجاء وبعدين احرز في الكاس، كابونجو كاسونجو اكيد هو مهاجم نادي الزمالك. لكن خالد قمر ممكن مستر نيبو يحتاجه في الشوط الثاني. نبيل محمود يطالب نبوشة بتأجيل حسم مذبحة يناير. نبيل محمود رامبو نادي الزمالك والمدرب العام الجديد من المونتينيجري نبوشة ان هو يستنى شوية، يعني قال له احنا كده كده انت عايز تعمل مذبحة في يناير وعايز تمشي عدد كبير جدا، نصبر شوية لسه بدري. احتمال احد الاسماء اللي احنا بنفكر ان احنا نمشيهم نقدر نستفيد منهم، زي ما حصل مع اوباما في المركز الجديد بتاعه، وزي ما حصل مع محمد ابراهيم. نصبر شوية، احتمال عدد من اللعيبة تاني يدخل في اهتماماتنا. مدرب الزمالك يشيد بأوباما. ده نبوشة المدير الفني للزمالك بالمستوى اللي قدمه يوسف أوباما احنا عارفين انه لاعب باك رايت، يعني مركز غريب وجديد تماما على يوسف أوباما ده واحد يعني تلعبه تحت الفراودة، تلعبه على الطرف الشمال، تلعبه على الطرف اليمين، هو راجل لعيب وبيمسك الكرة تحت رجله. لكن مستر نبوشة حطه كباك رايت، والراجل نفذ كل اللي مطلوب منه، ويعني مستر نبوشة فرحان بيه ومبسوط، وبيقول ان هو نفذ كل اللي هو عايزه. نبوشة يبقي على محمد ابراهيم في التشكيل الاساسي امام الاسماعيلي. نبوشة على الدفع بمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق في مباراة الاسماعيلي القادمة، نظرا للمستوى اللي ظهر بيه محمد ابراهيم. وشاف مستر نبوشة ان هو بقى لعيب مؤثر ولازم يكون موجود في تشكيل نادي الزمالك. الزمالك يعرض قمر ورفعت على الاسماعيلي لضم ابراهيم. الزمالك عرض على اداره الاسماعيلي، يعني ده بينهم وسطاء، خلينا نقول ان ممكن يكون كلم احد وكلاء اللاعبين وعرضوا على النادي الاسماعيلي انه ياخدوا خالد قمر واحمد رفعت يروحوا في انتقالات يناير الى الدراويش. بس الكلام ده مقابل ايه؟ مقابل انتقال ابراهيم حسن لنادي الزمالك. يعني طبعا الجهاز الفني ابدى اعجابه بمستوى ابراهيم حسن، يعني معرفش متاخره شويه، لكن مصر كلها شايفه ان ابراهيم حسن كويس. لكن هل الدراويش هيسيبوه؟ هو ده السؤال. يعني السؤال هل الدراويش يقدروا يسيبوا دلوقتي ابراهيم حسن يروح نادي الزمالك؟ دونجا واحمد مجدي مطلوبان في الاتحاد السكندري.
دخل محمود عبد العاطي دونجا واحمد مجدي. طبعا لاعبي نادي الزمالك دايره اهتمامات زعيم الصقر. زعيم الصقر عايز يزود القوه، نقول ايه، القوه الدفاعيه، يعني اذا كان تدعيم في خط الظهر او تدعيم في نص الملعب. واضح ان مستر كافالي المدير الفني عاجبه قوي دونجا واحمد مجدي وعايزهم من نادي الزمالك. تلقى النيجيري معروف يوسف، طبعا نجم خط وسط نادي الزمالك، عرضين، من واحد من الامارات وواحد من قطر. عايزين معروف يوسف، وفي نفس الوقت جات له عروض محليه من المقاولين العرب ومن وادي دجله. جهاز الزمالك يرفض الكارت الاحمر لابو الفتوح. رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك فكره يعني ذبح احمد ابو الفتوح الظهير الايسر، او يعني ذبحه كرويا. يعني احنا عارفين ان مؤيد العجان بقى بيلعب بشكل اساسي، ما بيتحركش من الملعب. بس انا شخصيا شايف ان احمد ابو الفتوح المفروض ياخد فرصه. يعني انا شفته طلعته مع نادي الزمالك قويه جدا، لاعب موهوب من ناشئي نادي الزمالك، وكمان بيتميز بالناحيه الهجوميه زي ما بيحب مستر نبوشه. وهنا يعني هقول لما يبقى عندي باك ليفت قوي وكويس وماشي بشكل كويس، يعني زي نفس الحاله في النادي الاهلي مع علي معلول، انا لازم ادي للاحتياطي بتاعه، علشان لما مؤيد العجان يحصل له اي حاجه، هبوط في المستوى، ايقاف، اصابه لا قدر الله، النادي الزمالك يلاقي يعني احمد ابو الفتوح واقف وبيلعب وشكله كويس في الملعب. اسامه ابراهيم وعلي فتحي يرحلان بالمجان عن الزمالك. واضح ان اسامه ابراهيم وعلي فتحي هيمشوا مجانا من نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مشاكل كتير سواء على الناحيه الفنيه او الناحيه الاداريه. خلينا نقول ان سياده الوزير خالد عبد العزيز كان عايز يعمل مبادره صلح بين المستشار مرتضى منصور والاستاذ ممدوح عباس. احنا عارفين طبعا موضوع حجز ارصده نادي الزمالك في البنوك. نادي الزمالك مش عارف يتحرك ماليا، مش قادر يصرف مبالغ كبيره سواء للي عليه من اللعيبه او للعيبه الحاليه، فبالتالي بيقعد يحاول يعمل فتح حساب شخصي لعدد من اعضاء مجلس الاداره. كل دي مشاكل. لو الاستاذ ممدوح عباس تنازل، نادي الزمالك يتفك الارصده بتاعته. خلينا ناخد الدكتور كمال شعيب المحامي الخاص بالاستاذ ممدوح عباس. دكتور كمال، صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله تمام، ربنا يبارك في حضرتك. طيب طمنا بقى على مبادره الصلح. والله انا بس عايز اعلق على حاجه بسيطه بالنسبه الحجز على الارصده. هو مش موقف حال النادي كده ولا حاجه. الحجز على الارصده بيقبض مبالغ خطيره لا تقارن باي شيء بالمبالغ بتاعه النادي. يعني لما بحجز مره ب 2 مليون او 3 مليون او 4 مليون، ده مش هيعطل مسيره النادي عامه. بل يعني في العموم كده ممدوح عباس بيبقى عنده هدف انه ما تاخدوش اجراءات تعطل سير النادي. فبالتالي بلاش قصه ان احنا معطلين النادي من خلال الحجز. لا، المبالغ بتبقى بسيطه، حتى لو معانا مبالغ كبيره ما بنحجزش عليها مره واحده. ودي مبالغ حضرتك عارف انها مش مبالغ بالنسبه للنادي يعني. بس يا دكتور ازاي؟ بس ما هو انت النهارده لا انت حاجز مثلا 2 3 مليون، لكن برضه ما ينفعش يدخل في حساب نادي الزمالك رقم كبير لانه هيتحجز عليه، فبالتالي لا خالص.